بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل شوية كده حبة رز بشعرية وشوية بطاطس بالصدق. أكلة كده مش هقولكوا اقتصادية، لأن مفيش حاجة اقتصادية دلوقتي، كل حاجة غالية. الطماطم ب25 والبطاطس ب20 وفي ب23 وانت طالع، فالله المستعان. هنا كنت بحمر معاكم الشعرية. انا بصوا الاول خالص كده صينيه بطاطس. انت هتجيبي طماطم طبعا مضروبه في الخلاط او مبشوره، كل واحده حسب هي حابه. بس انا الاول خالص بشرت البصل مع فوق الصدوق. بعد كده رحت حطيت عليه ملح وفلفل اسمر ودعكتهم في بعض، وبعد كده حطيت كله ني في ني، بطاطس كل حاجه ني في ني، وحطيتها على النار. هنا طبعا زي ما انتم شايفين الشعريه حمرناها بشويه زيت، طبعا للناس المبتدئه. شويه زيت، وبعد كده حطيت الرز، قعدت كده افلفل فيه كده، رحت رش عليه شويه ملح وفلفل اسمر ومرقه دجاج. عايزه اقول لك بيبقى تحفه. لو عندك شوربه فراخ او شوربه لحمه بتبقى احلى واحلى كمان. بس طبعا مفيش حد بيجيب لحمه الا بقى يعني القلائل. تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين احنا هنا بنقلبها، انا عايزه الرز كده يتشوح، بيدي طعم حلو قوي بعد كده. سهل يا جماعه، مفيش اي حاجه. في ناس بيعجن منهم الرز. طبعا لو عملتي الطريقه دي هتعجبك. طبعا عامله كوبايتين ونص، كوبايتين رز ونص كوبايه من الشعريه، يبقى هتحطي كوبايتين ونص من الميه. هتكتري شويه من الميه، يعني ممكن ربع كوبايه زياده بس مش اكتر. تمام. هنا بوريكم البطاطس على النار. هنا بقى ايه، اول ما تلاقي الرز بيغلي هنوطي عليه. طبعا ده لسه انا بوريكم بس اللي هي دوب الشوربه مغطيه او الميه مغطياه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده الفقاقيع ديت، يعني هو بيغلي، يبقى احنا هنا هنوطي عليه. المرحله دي هتوطي عليه ويبقى مع نفسه بقى. تمام. هنا البخار بقى معلش طالع على الكاميرا. وبس كده، اول ما يتشرب هيبقى بألف هنا وشفا. وهنا في التقديم البطاطس مكعبات مع الصدوق. اكله حلوه جدا على فكره، ومش مكلفه قوي يعني زي باقي الاكلات. بس الله المستعان. يلا بقى حطي لايك، ولو عجبتك القناه الحياه مقامات الكون ما تنسيش بقى بلايك وكومنت حلو كده. وبس كده، والف هنا على اللي هيعمل الطريقه ديت. بص الرز مفلفل ازاي، تحفة. كل رزاية برزتها، اللمعة اللي فيها ديت تحفة. بجد والله هي حاجة يعني بسيطة. الحمد لله على كل حال. بس مفيش حاجة مكلفة قوي يعني. سلام.